هاتي نص كيلو جزر وابشريه، وهاتي كمان نص كيلو ليمون وقطعيه انصاص بالطريقة دي، وحطي عليهم كيسين 2 ملح، وعليهم كمان 5 معالق حبة البركة و5 معالق عصفر اللي بيبقى من عند العطار. بعد كده كنت عصرة ليمون، كوبايتين 2 عصير ليمون، وهحط عليهم كمان نص حزمة كرفس، باخد العيدان الطرية بس كده والأوراق. هقلب بقى الخلطة دي كلها في قلب بعضها كده لحد ما ريحتها الجميلة تطلع. هنزل عليهم ب6 كيلو زيتون، الزيتون التفاحي، من غير ما افتحه ولا افدغه ولا اي حاجة، لان انا هعمله على رمضان ولسه فاضل وقت كبير على رمضان. قلبيه بقى بطريقة كويسة كده في قلب بعضها. وبعدين هاتي البرطمان، حطي فيه شطة كده خضراء وحمرة حراقة، وبعدين حطي الزيتون بتاعك طبقات. المية بقى اللي فاضلة اللي هي الخلطة بحط عليها كمان ربع كوباية ملح، وعليها مية، وبزودها في البرطمانات كده. بحط على الوش بقى زيت، وكمان كزبرة ناشفة حب، وبنزلها في قلب الزيت كده علشان ما تريمش معاكي الريم الابيض اللي بيبقى على الوش ده. وبحط كيس بقى كده عشان يعزل الهواء، وبقفل الغطيان كويس جدا. اعملوه عشان لسه فاضل مدة كبيرة على رمضان، وان شاء الله هيلحق يتخلل معاكي. ان عجبتك الوصفة لايك وشير كتير عشان الوصفة توصل لناس كتير.